يا مساء الحب والياسمين على احلى متابعين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير من القصة اللي فاتت. معاكم مورا مجدي، وجايالكم النهاردة بقصة جامدة جدا، بتمنى من كل قلبي انها تعجبكم. وقبل ما نبدأ قصتنا، يلا بسرعة ناخد شوية حسنات ونصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في التعليقات. وما تنسوش الاشتراك في القناة والكومنت الجميل اللي بيشجعني عشان استمر. ويلا بسرعة 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 نشوف قصتنا النهاردة بتقول ايه. مناديل مناديل يا بيه، تاخدي مناديل يا هانم؟ العلبة ب2 جنيه، حد يشتري مناديل؟ أرجوكم أنا تعبانة، حد يشتري مني، من الصبح ما كلتش، حد يشتري حاجة. مناديل مناديل يا باشا. ودي كانت وجد اللي بتكرر الكلمة دي كل يوم، ومحدش بيشتري منها حاجة إلا كل فين وفين. وساعات ربنا بيكرمها بمبلغ حلو بتروح بيه، وساعات ولا أي حاجة. وتعالوا بقى أعرفكم عليها. وجدة عندها 20 سنة، باباها متوفي من وهي صغيرة، وهي عايشة مع مامتها، وهي اللي بتصرف على البيت لأن مامتها مش بتتحرك خالص، أو ما عندهمش أي دخل تاني يصرفوا منه غير المناديل اللي وجد بتبيعها. وكان نفسها تكمل تعليمها لأن خرجت من وهي في 6 ابتدائي لما مامتها تعبت جامد وبطلت تتحرك، وهي وحيدة ما عندهاش اخوات. والمناديل هي رزقها الوحيد، لأن أي مكان بيرفض يشغلها لأنها ناقصة خبرة وشهادة. والحياة كانت صعبة عليها جدا بسبب نقص الشهادة، لأن التعليم سلاح أي حد دلوقتي ومهم جدا في حياة كل إنسان. ووجد كانت إنسانة هادية وملامح جميلة بلون قمحاوي وشعر أسود وعيون بني أشبه بالسود، واللي يشوفها ما يقولش إنها بتشحت أبدا. وفي يوم وهي واقفة في الإشارة بتنده بأعلى صوتها زي كل يوم: مناديل يا هانم، مناديل يا بيه. وبتبص وراها وبتلاقي بنت صغيرة بتجري وهي بتعدي الشارع، وكانت في عربية هتخبطها. جريت بسرعة وشدتها قبل ما تتخبط. والشخص اللي كان في العربية ده كان سايق وماسك التليفون وفرمل على آخر لحظة، ونزل من العربية متضايق جدا وقال: انت عامية مش شايفة ان الإشارة بتتحرك؟ وبعدين فين مامتك يا شاطرة انت وهي؟ ازاي تعدي الطريق من غيرهم؟ ولقى ست جت جري عليهم وهي بتقول: بنتي انت كويسة؟ جرالك حاجة؟ وكانت موجهة الكلام للبنت الصغيرة. وبعدها بصت لوجد وقالت: شكرا ليك يا بنتي، الحمد لله انك لحقتيها، لولاكي كان حصل حاجة لبنتي. شكرا ليكي بجد، بصي خدي دول. وطلعت لها مبلغ مالي وقالت: دي حاجة بسيطة أرجوكي تقبليها. تسلميلي يا هانم، بس أنا ما عملتش حاجة عشان أخد ده كله. أنا عملت عمل إنساني وربنا هيكرمني بعدين بسبب الصغنونة القمر دي. وبصت وجد الباسل وحط ايديها في وسطها. وفي الوقت ده أدرك باسل إنه ارتكب غلطة لما زعق لها وهي ملهاش أي ذنب، وقال لها: أنا بجد مش عارف أقولك إيه، يا ريت تقبلي اعتذاري، فكرتك يعني بتجري مع أختك وبتلعبي، أنا آسف بجد. بصيت له وجد برفعة حاجب ومشيت وهي بتنده: مناديل يا هانم، مناديل يا بيه. باسل لنفسه عندها حق بصراحة، ما أنا دخلت فيها شمال. وتعالوا بقى أعرفكم على باسل. عنده 30 سنة، مهندس ديكور، وعنده شركة خاصة بيه واللي فتحها بعد ما أخد خبرة كبيرة واتعلم في شركة باباه. وعنده أخت اسمها درة أصغر منه ب7 سنين، ومامته أسماء وبابا محمود. ونرجع لبطلنا. ركب عربيته وقبل ما يتحرك تليفونه رن، فتح وقال: ألو. أسماء ردت عليه وقالت: أيوة يا حبيبي، وصلت الشركة ولا لسه؟ وفطرت ولا لأ؟ يا ماما. ايه بس انت مركز معايا؟ معاك يا حبيبتي، اصلا انا سايق ومش مركز. يا ابني انا مش قلتلك اكتر من مرة ما تتكلمش وانت سايق؟ هو انا ايه مستغنية عنك؟ اقفل دلوقتي وركز في الطريق، ولما توصل الشركة كلمني. حاضر يا ماما، سلام يا حبيبتي. وقفلت مامته معاه وهو لسه مركز مع بياعة المناديل، وكان نازل يشتري، بس الإشارة فتحت واضطر إنه يتحرك. وعند وجد كانت قاعدة على الرصيف وهي بتعيط وتقول: يا رب أنا مش مهم، لكن علشان خاطر أمي التعبانة أنا نفسي أجيب لها أكل، دي ما كلتش من امبارح، يا رب اكرمني. وتسمع صوت أذان الظهر
وتروح لأقرب مسجد نسائي وتصلي بالآيات اللي حافظاها من نساء الجامع. وخلصت صلاة وهي مرتاحة وواثقة وحسنة الظن بربنا، وخرجت من المسجد. وفعلا الناس بتشتري منها، وده بكرم ربنا اللي دايما بيكون عند حسن ظننا بيه. وبترجع بيتها علشان تطمن على أمها، وبترجع بيتها علشان تطمن على مامتها وترتاح شوية. ووجد قالت: ميوش حبيبة قلبي، عاملة ايه يا ست الكل؟ جبتلك سندوتش فول وفلافل، هتاكلي صوابعك وراهم. مامتها بتعب: الحمد لله يا قلبي، كله نعمة وفضل من ربنا. كفاية اني مش قادرة اساعدك يا بنتي، وباخد كل فلوسك لعلاجي، وانا حمل تقيل قوي عليكي. ووجد بزعل: ما تقوليش كده يا روحي، انا كل فداكي، اهم حاجة بس وجودك معايا، والمرة الجاية ان شاء الله هيكون في فراخ. وضمت مامتها، اكلتها واديتها العلاج، ودخلت تنام شوية. وصحيت على اذان العصر، وصلت وبست ايد مامتها، وخرجت من البيت وهي بتدعي ان ربنا يكرمها بأي حاجة. وفي الطريق لقت بنت قاعدة تعيط، فقربت منها وقالت لها: مالك يا سكر، ايه اللي مزعلك؟ بصت لها البنت من فوق لتحت وقالت لها: انت عايزة ايه؟ انت تعرفيني اصلا؟ انا مش بحب اكلم حد غريب، بس انا شفتك بتعيطي قلت ممكن يكون حصل معاكي اي حاجة واني ممكن اساعدك. درة بزعل: انا فعلا في ورطة ومش عارفة اتصرف. ووجدة قالت لها: ممكن اعرف لو مش هيضايقك ممكن اقدر اساعدك؟ انا بصراحة شنطتي اتسرقت ومش عارفة اروح ازاي، وانا كل حاجتي فيها. يا ريتني ما نزلت وكنت استنيت اخويا، دلوقتي مش عارفة اتصل بيه. ربنا يصبرك يا رب. طب انت فاكرة الشكل اللي سرقها وهيفيدك بايه يعني؟ يا ستي قولي بس وخديني على قد عقلي. اسمراني وطويل وشعره منكوش في علامة كده في خده. يا ابن اللذينة، انت مش هتبطل العادة دي. انا عرفته، تعالي معايا. على فين؟ ما تخافيش، انا مش هأذيكي والله، انا هساعدك. يلا، هي موتة ولا اكتر؟ انا رايحة معاكي بدل وقفتي دي. يلا، انا اعتمدت عليكي يا رب، وان شاء الله مفيش حاجة هتحصل. ووصلوا المكان شعبي كده ومليان عشوائيات. وقالت وجد العيل في الشارع: انت يا صاصة، انت يا زفت. صاصة رد عليها وقال: نعم يا اختي، عايزة ايه؟ اندهلي حماسة من جوه. حماسة؟ هتندهولي وهديك 2 جنيه. لا ياما، 2 جنيه ايه؟ دول ما بيعملوش حاجة. خلاص هديك 10 جنيه. ايوه كده حماسة، انت لا حماسة. انت كده عملت ايه؟ مكان ممكن انا اندهله، روح يا تصحيه ولا شوفه غار فين. طب ما تزقيش. ودخل يصحيه. وبعدين خرج حماسة مع صاصة وقال لها: نعم يا ست واجدة، عايزة ايه؟ انت اللي سرقت شنطة البنت دي؟ انا مش حرامي. طيب يا سيدي، انت اللي استعرتها؟ ايوه كده. وبعدين قال: انا مش فاكر حاجة. بقولك ايه، البت دي تخصني، ولو انت اللي اخدتها قول، وانا يا سيدي ليك عليا والله ابقى اديك حلاوة منها، بس اهم حاجة تديها فلوس تروح بيها وشنطتها علشان محتاجاها. دي بتشقى وتتعب عشان تلاقي الجنيه زينا. خلاص طالما زيها زينا ومننا وعلينا مش مشكلة. انا افتكرتها من الناس الاغنياء اياهم. لا، دي بتشقى وبتتعب زينا علشان تلاقي الجنيه. حرام عليك، بعد كده ما تسرقش حد غير لما تتأكد منه اذا كان غني ولا فقير. واخدت الشنطة ومشيت بيها مع درة. ودرة قالت لها: وانتوا بتسرقوا الاغنياء ليه؟ سرقة ايه بس؟ اعوذ بالله، السرقة حرام اصلا. انا بقوله كده علشان بس ناخد الشنطة ونمشي. على العموم شكرا جدا ليكي، انا تعبتك جدا معايا، انا كنت خايفة منك بس بصراحة ارتحتلك وحبيتك جدا. صحيح، قوليلي هو انت اسمك ايه؟ انا اسمي وجد. وانتي؟ وانا درة يا وجد. تعرفي ان اسمك جميل جدا بجد، تسلميلي. انتي في سنة كام يا وجد؟ انا مش بدرس. طب متخرجة من كلية ايه؟ انا اتخرجت من 6 ابتدائي. طب وانتي ليه بتبيعي مناديل؟ فين والدك ولا فين والدتك ولا فين اخواتك الصبيان يشتغلوا مكانك؟ والدي متوفي، وانا من صغري والدتي مش بتتحرك من على السرير، وما عنديش اخوات، وانا اللي بصرف على البيت علشان اشيل مسؤولية ماما. بجد انت ب100 راجل. ووجد سألت درة وقالت لها: وانت كملتي تعليمك؟ ايوه طبعا. وبعدين قالت لها: انت ساكنة فين يا وجد؟ ووجدة قالت لها على العنوان، وتعرفوا على بعض. وبعدها بقوا أصحاب. ووعدتها إنها تعدي عليها في يوم علشان تسلم عليها. ومشيت درة. وبالليل على سفرة العشاء مع عيلتها حكت لهم اللي حصل. ومامتها أسماء قالت: كل ده يحصل معاكي وترجعي تنامي وما تقوليليش وتقوليلي آخر اليوم كده؟ باسل أخوها رد وقال: انت لازم تشكري البنت دي، احنا لازم نشكرها بجد. محمود باباها قال:
ما تدهاش اكبر من حجمها، وبعدين هي تطمع في مبلغ وهي اصلا ما عملتش اي حاجة. كان ممكن اي حد مكانها يعمل كده. لا دي بس عشان بنت كويسة، وهي هتستفيد ايه يعني لما تعمل كده وهي ملهاش اي مصلحة. وتاني يوم كان باسل مع اخته في العربية، وهو بيقول لها طب انتي عارفة شكلها؟ احنا هنفضل في الشارع كده كتير؟ درة قالت والله انا متأكدة ان هي هنا، انا شفتها هنا. يا بنتي الشارع كتير، يمكن شفتيها في اي شارع. لا انا متأكدة ان انا شفتها في الشارع ده من امبارح. طب ادخل كده في الشارع ده. وهي بتبص على جنبها، درة قالت هي دي يا باسل، انا متأكدة ان هي دي. وبعد كده باسل ركز في تفاصيلها واتأكد ان هي البنت اللي شافها امبارح، وقال ياه كل دي صدفة. او بعدها نزلت درة من العربية وقالت لها انا بجد عايزة اشكرك على اللي انت عملتيه معايا امبارح. تشكريني على ايه؟ انا ما عملتش حاجة. او بعدها نزل باسل وقال لها بصي انا مش عارف اجيبها لك ازاي، بس انا عندي عرض حلو قوي ليكي كشكر يعني على اللي انت عملتيه مع اختي، واعتذار على اللي انا عملته معاكي امبارح. درة بصت له باستغراب وقالت في نفسها اللي انت عملته امبارح؟ هو باسل عمل ايه امبارح؟ وكمل باسل بصي هو ممكن تيجي الشغل عندي في بوفيه الشركة لو انت يعني ما عندكيش مانع، افضل من انك تقفي في الشارع وتبيعي مناديل. ده بجد؟ والله اذا كان كده انا ممكن اقبل اعتذارك عادي. وفعلا اداها العنوان بتاع الشركة ومبلغ صغير وقال لها انا مش قصدي حاجة والله، بس يعني ممكن تشتري حاجة لطيفة تيجي بيها الشركة بدل ما حد يقولك كلمة كده او كده تتأذي منها. وجد وهي زعلانة من كلامه اللي جرحها بيه تمام شكرا جدا، بس انا هاخدهم بشرط لو هتخصمهم من مرتبي. باسل في نفسه هي للدرجة دي عندها عزة نفس ولا بتقول كده؟ وبعد كده رد عليها وقال لها تمام مفيش مشكلة. وبعدها باسل أخد أخته ومشي. ووجد راحت اشترت فراخ لمامتها علشان وعدتها بيها، وروحت البيت وهي جايبة الطلبات وجابت لبس جديد، ودخلت على مامتها وقالت لها يا ست الكل أنا جبتلك فراخ اللي وعدتك بيها. مامتها ردت عليها وقالت لها شكرا يا وجد، شكرا يا حبيبتي، بس انتي عملتي كده ازاي؟ جبتي الفلوس منين؟ وحكت لها وجد اللي حصل. وتاني يوم في الشركة راحت وجد للسكرتيرة وقالت لها أنا عندي ميعاد مع السكرتيرة قالت لها انتي مش عارفة اسمه ولا ايه؟ أنا الصراحة نسيت أسأله. السكرتيرة بصت لها من فوق لتحت وقالت لها نسيتي تسأليه؟ نسيتي تسألي ازاي يعني؟ انت جاية ميعاد في شركة محترمة زي دي ومش عارفة جاية لمين؟ أنا وكان معدي باسل وشافهم وقال في ايه يا نهى؟ انت هنا؟ اهلا وسهلا، انت هنا من بدري؟ لا انا لسه جايه، بس ما كنتش اعرف اسم حضرتك او ما كنتش عارفه اقول لها ايه او جايه اقابل مين. دي جايه لي انا يا نهى. وساب وجده ودخل بيها المكتب وقال لها ونسيت اتعرف عليكي، ما اعرفش غير اسمك من اختي، بس عموما انا اسمي باسل. او بصلها وقال لها انت بتدرسي يا وجد؟ لا انا بصراحه طالعه من 6 ابتدائي علشان ماما تعبت وكده، وما كانش فيه غير يصرف على البيت. ما عنديش اخوات، ووالدي متوفي من وانا صغيره، ومامتي مش بتتحرك. ربنا يرحمه. طيب بصي بقى، هو انت مرتبك هيبقى 2000 جنيه؟ حلو. ايوه طبعا ده حلو جدا، انا مبسوطه قوي. والف نفسه معقوله 2000 جنيه تبسطك؟ وجد قالت له بس اكيد هتخصم مني الفلوس اللي اديتها لي امبارح زي ما قلت لك. طبعا، بس هخصمهم لك على كذا مره علشان ما يبقاش تقيل عليكي. تمام شكرا جدا يا ابي. ابي ايه؟ تقدري تقولي لي يا استاذ باسل. تمام يا استاذ باسل. باسل قال لها واي حاجه تحصل معاكي تعالي قولي لي انا، وانا هتصرف ان شاء الله. ماشي يا وجد؟ ماشي يا استاذ باسل. وقال لها روحي بقى اعملي لي القهوه علشان اجرب قهوتك هشوف هتعجبني ولا ايه. تمام، تحب تشربها ايه؟ مظبوطه، خليها قهوه مظبوطه. ونده على نهى وقال لها وجدة هتشتغل هنا في البوفيه يا نهى، عرفيها المكان وعرفيها الشغل هيبقى ازاي، وبعدها تعالي لي انا عايزك. حاضر يا استاذ باسل. واخدتها نهى المكان البوفيه وعرفتها الشغل هيبقى ازاي، وهي بتبص لها باحتقار طول الوقت. وهي خارجه من عندها قالت في نفسها انا مش عارفه بيجيب الاشكال دي منين، استغفر الله العظيم يا رب. وبعدها رجعت لباسل وقالت له نعم يا استاذ باسل. وجد محدش يضايقها هنا بكلمه واحده علشان دي تخصني. تمام يا نهى؟ حاضر يا استاذ باسل. حاجه كمان؟ ومحدش يطلب منها طلبات كتير، هي شغاله معايا انا مش مع حد تاني.
وما تنفذش طلبات حد، بمعنى أصح إلا نادرا يعني. تمام يا أستاذ باسل، حاجة تاني؟ لا اتفضلي انت دلوقتي. حاضر بعد إذنك. وفضل يفكر فيها باسل وإيه اللي هيحصل بعدين. ووجد بدأت تشتغل شغلها بكل حماس. وبعدين كانت داخلة المكتب باسل، السكرتيرة قالت: انت رايحة فين؟ مكتب أستاذ باسل. انت مصدقة نفسك ولا ايه؟ هو أي حد كده يقول إني داخل يدخل ولا ايه؟ أظنك إن انت سمعتيه وهو بيقول أدخل عادي، هو جبر بخاطرك بكلمة، انت صدقتي ولا ايه؟ مشيت وجد لما حست بكسوف والناس في المكتب بيتفرجوا عليها، ورجعت على المطبخ بتاع الشركة وقعدت بحزن. وعدى أسبوع وكل يوم تدخل القهوة لباسل، وباسل كان بيتابع شغلها بهدوء. ويوم بعد يوم بيكتشف باسل إنها رقيقة جدا وطيبة جدا، وخسارة إنها تتبهدل كده. ودخلت درة الشركة وشافت وجد وسلمت عليها. ووجد قالت: ازيك، عاملة ايه يا درة؟ أنا تمام الحمد لله، وانتي أخبارك ايه؟ عاجبك الشغل ومبسوطة هنا؟ أكيد طبعا، مش أحسن من إني أبيع مناديل. خلاص بقى يا وجد، انسي الماضي وعيشي في الحاضر، أهم حاجة إنك تنبسطي. أنا هفضل طول عمري شاكرة ليكي ولأخوكي كمان، ومهما عملت مش هوفي حقكم. ما تقوليش كده، وبعدين انت اللي بدأتي بالمساعدة وربنا جعلني سبب علشان أردلك المساعدة بمساعدة. يعني خالصين يا ستي، مش محتاجة شكر. بجد انت جدعة قوي. طب ايه، مش هتعزميني على حاجة ولا ايه بمناسبة شغلك الجديد؟ اه طبعا، يا نهار ابيض، هو انا طول؟ بس القهوة على حساب الشركة بقى. درة ضحكت. طب يلا بينا، بس بشرط هنشربها في مكتب باسل. وجد بكسوف: لا مش لازم، علشان ما نضايقهوش. لا، انا مستأذناه قبل ما اجي، انا هدخل اقعد معاه شوية، وبدل ما اقعد لوحدي تقعدي معايا. طب روحي وانا هحضر القهوة واحصلك. وحضرت القهوة وخبطت على الباب ودخلت، وبعدين حطت القهوة قدام باسل وقدام درة واتكسفت تقعد. وباسل قال: هم دول مش 3؟ اه 3. طب اقعدي لحسن تتكب هدر، ولا عشان دي من فلوس الشركة يعني؟ لا والله ابدا، بس بهزر معاكي، ما تتكسفيش واقعدي. وقعدت تشرب معاهم القهوة وهي مكسوفة جدا، واللي خرجها من كسوفها درة بمحبتها وعفويتها، وهي بتتكلم معها طول الوقت. باسل كان بيتفرج عليها واندمجوا كلهم في الحديث. وتعدي الأيام ويتكرر الكلام مع باسل ووجد، بس المرة دي من غير درة، لأنه بقى بينبسط طول ما هي قاعدة قدامه ومعاه. وكل شوية يتحجج بحجة ويطلبها منها علشان تيجي تقعد حتى لو مش هيشربها. وبكده عدى شهر على وجود وجد في حياة باسل، وطول الشهر ده وهو نشيط جدا والابتسامة مش مفرقاه من براءتها ورقتها. وفي يوم كان قاعد بيرسم لديكور شقة، وحطت له القهوة على المكتب وقالت: أنا ليا ساعة بخبط لقيتك مش سامعني، قلت أدخل. عادي اتفضلي. انت ايه اللي يخليك مش مركز كده وشاغل بالك؟ ده لو يعني ما كنتش بطفل يعني. لا أبدا، بس كل الفكرة اني بعمل تصميم جديد ومحتار في الألوان، أول مرة احتار بالطريقة دي. ايه هنياله اللي شاغل باله ويخليك محتار كده؟ يعني ايه؟ وجد بضحك. يعني اللي شاغله بالك تتهنى بيه. باسل ركز في عيونها وشوية وقال: فعلا تتهنى، لأنها بنت حلال وتستاهل. وجدة حست إنها اتأثرت وزعلت من كلامه وقالت: طبعا إذنك، محتاج حاجة تاني؟ باسل ما كانش لاقي حاجة يقعدها بيها، وفكر في فكرة وقال: طب إيه رأيك في الألوان؟ شوري عليا انتي. بتتكلم بجد؟ عايز تشورني أنا؟ أمال بهزر معاكي يا بنتي. أيوة بجد. قعدت وهي بتقول بنحنحة: طب وريني التصاميم وانا هعدل عليها. باسل وهو بيضحك عليها اداها صورة من التصاميم اللي كانت معاه وقال لها: اتفضلي صورة. ايه يلا زي بعضه، انا هعدل عليها وانت عاملها في التصميم الاصلي. باسل بضحكة: لا متواضعة بصحيح. وفضلت تشخبط عليها شوية بالالوان، وبعدين قالت له: ايه رأيك؟ واتفاجئ لما مسك التصاميم لانها فعلا كانت جميلة، مش مجرد شخبطة بالالوان، متناسقة وهادية ورقيقة. وقال لها بصدمة: انت اتعلمتي التنظيم ده فين من الحياة؟ بس ازاي مش فاهم. وجد ردت عليه وقالت له: يعني بتفرج على السماء والأرض ودورة الحياة والمباني وحاجات كده كتير بتفرج عليها ليل ونهار، وعلشان ما كنش عندي حاجة أعملها غير إني طول الوقت واقفة بيع مناديل، فكان عندي وقت فراغ كبير قوي بتفرج على الناس اللي راحة واللي جاية،
وبقول لو الست دي لبست البنطلون الفلاني مع التيشيرت الفلاني هيبقى جامد جدا. او مثلا الراجل ده لو كان عربيته لونها كذا مع اللبس في كذا وهكذا يعني. وعلى اساس ان كل ده لبس بعربيته يعني، على حسب متخيلتي بقى. باسل بابتسامة: بس بجد تسلم ايدك. صحيح يا وجد، قوليلي ايه رأيك لو كملتي دراستك؟ والله حلو قوي، وانا ما اقدرش. يا دوب الفلوس اللي هاخدها من المرتب هتكفينا انا ومامتي بالعافية علشان ما نحتاجش لحد، والتعليم عايز فلوس كتير. يعني انت ناوية؟ ومين يكره انه يتعلم؟ خلاص سيبي الموضوع ده عليا انا، وانا هتكفل بيه. ازاي يعني؟ انت تشتغلي وانا اجيبلك الكتب وتذاكريهم وانت قاعدة، ولو ما فهمتيش حاجة تسأليني فيها وتروحي الامتحانات بتاعتك وبس كده. هينفع اكمل وادخل اولى اعدادي وانا كبيرة كده؟ انت مش معاكي شهادة ابتدائي فينفع عادي. معايا في البيت. طيب يا ستي هاتيها، والتاني يوم وانا هبدألك في الاجراءات. وفعلا تاني يوم جابت له الشهادة وبدأ لها في الإجراءات علشان تنضم للمدرسة وتكون زيها زي أي حد متعلم ومحدش يقلل منها أبدا. وبدأت تذاكر بحماس لما جاب لها الكتب، وكل شوية تدخل تسأله عن حاجة وهو كان مبسوط جدا إن هي بتعدي عليه كل شوية. ويعدي شهر كمان مليان بالراحة والسعادة، ولكن لأن مفيش حاجة بتدوم، وكان قاعد في المكتب وهو بيفتكر ايه اللي حصل وخلانا نرجع. فلاش: من يومين كان في ميتنج عنده في الشركة، وكانت مدخلة المشروبات للضيوف. واحد منهم شافها وعكسها، وده كان فور دمه وخلاه يزعق فيها ويقول لها بغضب: انت واقفة بتعملي ايه هنا؟ مستنياها عكسك كمان؟ اتفضلي بره. وفهمت انه بيطردها وجريت بسرعة من الشركة وهي بتعيط، وهو من ساعتها ما شافهاش تاني. باك دخلت عليه أخته درة وهي بتقول: ها لقيتها؟ لا يا درة ما لقيتهاش. ما انت لو تفتكري العنوان اللي قالته ليكي. والله يا باسل يا حبيبي مش فاكرة، مش مجمعاه. هو ايه؟ طب انا عندي فكرة، تعالى نمشي في الشارع، شارع قريب من المنطقة اللي كان فيها الشنطة اتسرقت مني من اللي اسمه صاصة ده، ونشوف اللي اسمه حماسة ده ونسأله. ازاي ما جاتش الفكرة دي في بالي؟ وراحوا فعلا وسألوا عليها كتير لغاية ما لقوها. بص على البيت اللي كان على وشك الانهدام وخبط عليه وفتحت له. باسل بفرحة: وجد أخيرا لقيتك، انت ايه اللي جابك؟ درة ردت عليها وقالت: طب ما تقولنا اتفضلي يا بخيلة. طبعا اتفضلي. دخل باسل ودرة للبيت. وجد على فكرة انت ما فهمتنيش، وانا بتكلم بس كنت متضايق جدا ان هو بيعكسك وانت فهمتي كلامي غلط. انا اسف يا ستي، حقك عليا، بس ممكن ترجعي الشغل؟ انا مش هقدر ارجع الشغل تاني بعد ما اتكسفت فيه واتطردت منه بالشكل ده. ما خلاص يا وجد، قالك حقك عليا واسف. اعذريني، انا مش هقدر ارجع الشركة تاني حتى لو هرجع بيع مناديل تاني. وبعد اقناع كبير من درة وباسل اقتنعت انها ترجع وتكمل تعليمها والشغل في الشركة. فاجئهم باسل وهو بيقول: تتجوزيني يا وجد؟ تتجوزيني؟ وجد بصدمة: انت عارف انت فين وانا فين؟ بس الكلام ده مش معاك انت، هي فين مامتك؟ ودخلت وجد وقالت لمامتها ان باسل عايز يدخل يكلمها، وفعلا قال لمامتها ان هو عايز يتجوزها وطلب ايديها. ومامتها قالت: انا ما عنديش مانع يا ابني، بس تشوف رأيها الأول. وجد قالت بغضب: لا طبعا، انت فين وانا فين؟ احنا من مستويات مختلفين جدا، في فرق شاسع بيني وبينك. احنا مش بنفكر كده يا وجد. يا درة انتوا لو ما فكرتوش كده باباكي ومامتك هيفكروا كده. انا اللي هتجوزك مش مهم. اوعدك لو جبت مامتك وطلبت ايدي انا هوافق على طول. فرح جدا من كلامها وراح فورا بلغ مامته وبلغهم عن حالتهم المادية وكل حاجة تخص وجد. مامته رفضت رفض قاطع وقالت: يا انا يا هي يا باسل. باسل بصدمة: ليه يا امي كده؟ انا حبيتها وجايلك وفرحان، ليه تكسري بخاطري؟ ده اسمه شفقة على فكرة مش حب. ما تقول حاجة لابنك يا محمود.
امك عندها حق يا ابني. لا طبعا، انا عارف افرق كويس قوي بين الحب والشفقة. انا اللي هتجوزها مش انتم، عن اذنكم. انت حاسس بالكلام اللي انت بتقوله يا باسل؟ انا قلتلك يا انا يا هي. مش محتاجة انك تقارني يا ماما، اكيد انتي، بس اعملي في حسابك انك كسرتي بخاطري، وانا اخترتك انتي علشان ربنا وصاني عليكي، مش معنى كده ان انا ما بحبهاش. وساعتها حست بالانتصار، لانها في نظرها ان كل الطبقات الفقيرة ما هي الا ناس مستغلين. وبالرغم ان باسل قال لمامته لان هو مش هيتجوزها الا برضاها، الا انها كان بيهتم بيها على طول. وعدت سنة اولى اعدادي ونجحت فيها، وجريت بسرعة على مكتب باسل وفرحانة، وما استنتش تاخد الإذن من السكرتيرة، ودخلت وقالت: بس بس، أنا نجحت يا باسل، وطلعت الأولى كمان. باسل بفرح: ألف ألف مبروك يا حبيبتي. أنا قلتلك يا باسل ما تقوليش كده غير لما نتم الموضوع ومامتك ترضى. وقاطعهم صوت من وراهم وهي بتقول: ومين قالك إن مامته هترضى بواحدة زيك تيجي تسرق ابني وحاله وماله؟ أنا مش عارفة أتلم عليكي منين. عيطت من كلامها وخرجت بره الشركة. وباسل قال لمامته: ليه كده يا أمي تكسري بخاطرها ليه؟ لعلمك بقى انت هتتجوز بنت عمك، وقرار نهائي من غير ما اسأل عن رأيك، علشان الأشكال الزبالة دي تبعد عنك. لعلمك يا ماما أنا ما بحبش غير وجد، ومش هحب غيرها. حرام عليك تدمريني بالشكل ده، أنا عارفة مصلحتك أكتر منك. وتعدي الأيام بحزن وكآبة على الطرفين. ويجي يوم الخميس وهو بيخبط على أوضة بنت عمه مهرة، وقال لها: أنا عايزك في كلمتين يا مهرة بعد إذنك. اتفضل يا باسل. أنا مش عايز أكذب عليكي ولا أقولك إن أنا بحبك. أنا مجبورة على الخطوبة دي من أمي، ومش قادرة أقول لها لأ، مش قادرة أكسر بخاطرها ولا أجرحها، ومش عارفة أعمل إيه. أنا حبيت أبلغك علشان تعرفي إن في قلبي واحدة تانية مستحيل تطلع منه. مهرة بتفهم: أنت ابن عمي يا باسل وصديق الطفولة وفهمك والله، وانا كنت بقول لهم ان احنا ما ينفعش غير اخوات، بس هم بقى اللي مصممين. نعمل ايه؟ لا وقال ايه، بابا بيقول لي النهارده اللي بيتكسف من بنت عمه ما يجيبش منها عيال، عايز يطبق المثل ده عليا. ضحك باسل وقال لها: والله ضحكتيني وانا ماليش نفسي اضحك. يا سيدي الدنيا مش مستاهله، اقعد بس واحكي لي ايه اللي حصل، وايه حكايه حبيبه القلب دي، وليه مامتك غصب عليك، واشمعنى الايام دي؟ بس اهدي شوية، بالراحة مش كده، هقولك على كل حاجة واحدة واحدة. وبدأ يحكي لها على كل حاجة حصلت ما بينهم. ومهرة قالت: أنا عندي فكرة، ممكن تعمل نفسك إنك اتقدمت لي ونتخطب وكده يعني، وتدخل بقى في دور اكتئاب وكده يعني قدامهم، يعني لغاية بس ما مامتك تقتنع إن أنت ليها مش ليا وأنا مش ليك، وتتجوز بقى حبيبة القلب. بس فكرة الاكتئاب دي هتنفع؟ انت عجزت يا ابني خلاص، فلازم تتجوز. علشان كده هي خايفة عليك، وخايفة من وجد ان هي تكون بتضحك عليك، وهي طبعا مش عارفاها زي ما انت معارفها. علشان كده ده انسب حل، ونجرب، ورانا ايه، احنا مش خسرين حاجة. وبدأوا ينفذوا كلام مهرة فعلا، واتخطبوا. ووصل الكلام لوجد اللي فكرت ان باسل خلاص نسيها، وانه مش بيحبها بجد زي ما مامته قالت. وزعلت جدا، وما كانتش بتاكل الا قدام مامتها حاجات بسيطة علشان تقنعها انها بخير. او مامتها قالت: خلاص يا حبيبتي، كل شيء اسمه ونصيب. انا مش فارق معايا يا ماما الموضوع ده، خلاص انا خلاص نسيته. انت لو هتكذبي على الدنيا كلها يا وجد مش هتعرفي تكذبي عليا انا. وعند مهرة في بيت باسل، مهرة قالت: اهو بسببك بيحصل كل ده، انت اللي اصرتي على بابا ان احنا نتجوز. يا بنتي حاولي تطلعيه من اللي هو فيه، انا ما عدتش خلاص اغصب عليه في حاجة تاني. درة قالت: مفيش غير حل واحد يا ماما، انك تفسخي الخطوبة دي وتخليه يخطب حبيبته اللي هو بيحبها بجد من قلبه، واللي بسببها زعل ودخل في دور اكتئاب. انا هعمل اللي هو عاوزه، بس ابني يرجعلي. وفعلا خبطت مامته عليه وقالت له ان هي خلاص عايزاه يخطب البنت اللي هو بيحبها وعايزها، بس المهم يرجع زي الأول وأحسن. وبدأوا ينظموا خطوبته على وجد، وهو فرح جدا وحضن مامته وشكرها، لأنها هي فهمته وقدرت إن هو مش بيحب مهرة، وإن في واحدة تانية في قلبه. وراحوا مع بعض وخطبوا وجد،
وفهمها هو على كل حاجة حصلت بينه وبين مهرة، وقال لها إن ده سر بينه هو وهي، ودول محدش تاني يعرف عنه حاجة. ومرت الأيام، وكانت وجد كل يوم بتحاول تقرب من حماتها أكتر علشان تحبها وتقتنع إن القلوب الصافية ملهاش علاقة بالفلوس والمقامات. وهي ما زالت بتكمل تعليمها، وكمان مامتها سكنت معاهم في نفس البيت لغاية ما توفاها الله، وهي مكملة تعليمها. ونتقدم بالزمن 5 سنين قدام، وهي واقفة بتستلم الشهادة الثانوية، مش الأولى على الجمهورية، لكنها نجحت بامتياز وجدارة رغم إنها بدأت متأخر. وسلمت الشهادة لجوزها حبيب قلبها وولادها ميار ونزار، وعمل حفلة على الضيق في بيتهم يحتفلوا بنجاحها. وأسماء قالت: اعذريني يا بنتي، أنا كنت بواجهك بكلام وحش قوي كل شوية وحاول أطفشك، ومع ذلك انت ما كنتيش بتقولي البس الحاجة. أنا دلوقتي عرفت قيمتك وإن انت تستاهلي كل خير، وحبيتك والله، وانت برضو زي درة بنتي. ودرة قالت: لا كده كتير يا ست الحاجة، كفاية دراما بقى. عاجبك كده يا ست وجد؟ هتاخدي مكاني؟ وقال نزار: اصلا انا بس اللي في قلبي تيتا، ولا انت ولا هي. بس الرد على ابنه وقال له: ولد، في حد يقول لمامته كده؟ بس انا يا بابا بدافع عن حقي. وقعدوا كلهم يضحكوا عليه، وعاشوا في ثبات ونبات. وتوتا توتا خلصت الحدوتة. ولحد هنا خلصت حكايتنا. بتمنى تكون عجبتكم. دمتم في حفظ الله ورعايته.